من باب تصحيح المعلومات، زميل خالد البدر قدم معلومة مغلوطة، وأنا أعرف أنه هو سبب أنه يبغى بس يناكف. في كأس آسيا 2019 اللي شاركت كان أكبر المستفيدين النصر من إقامة الدوري واللاعب الأجانب خارج، بدليل أنه فاز بالبطولة. أكثر المتضررين بحكم عدد اللاعبين اللي تم أخذهم الهلال ومن ملك شغاف قلبه سابقا. أنا أكلمك عن قائمة رسمية، النصر أكثر لعيبة في المنتخب. عطني إياه تفضل. أعطيك إياهم. يلا. تتكلم عن وليد عبد الله، تتكلم عن جلال العمري، تتكلم عن عبد الله الخيبري، تتكلم عن هذا قائمة المنتخب في كأس آسيا 2019. اي نعم. كم لعيبة النصر هم الأكثر. كم ومع ذلك حق النصر كم 6 والهلال 5. الهلال منهم؟ ما أعرفهم، أنت تدرى مني. بس ليش عديتهم 5؟ أنا أقول لك كقائمة. إيه كقائمة. أيوة. النصر أكثر لعيبة متواجد في كأس آسيا 2019 ومع ذلك النصر حقق الدوري الاستثنائي. لا اولا نتكلم عن القائمه الاساسيه. وليد عبد الله ما كان اساسي. ما يهمني، هو اسمه النصر موجود في كاس اسيا. انا اتكلم عن الفريق الاساسي. وليد عبد الله كان احتياط لبراد جونز، بديلاه العمري كان مع الوحده وما هو مع النصر. عشان بس ابين لك المعلومات، عبد الله مادو كان احتياط لأوفيني وراموس البيروفي. البيروفي اللي سجل هدف في الهلال 3-2. هذاك برونو. عشان هو اللي سجل هدف. لا برونو برازيلي. لا تقعد تخبط. وانا والله ما ابغى تعطيني اسماء. البيروفي اسمه راموس وما كان عرب. انت بقابل ان الهلال بما فيهم اللاعبين العرب علي الحبسي اللي شاركوا في كاس اسيا، وعمر خربين وعموري عمر عبد الرحمن، كلها البطوله لو ما اقيمت البطوله واخذ هذه 3 اجانب بس كقائمه الاساسيه. المنتخب السعودي 6 نصراويين 5 هلاليين 3 اذا ثبت هذا كلامك انا ما عاد اطلع اعلاميا. يلا سجلوها يا شباب. ترى نادي النصر 2019 اكثر القائمه موجوده. سجل اذا ما يلا اطلع الان. يلا مسموح البرنامج. الفرج سلمان الفرج كان موجود في القائمه اللي قال استبعد. عندك البريك الشهراني الفرج سالم الدوسري عطيف عموري علي الحبسي خربين عمر خربين. 8 لاعبين منهم على الاقل 6 اساسيين. النصر ما فيه ولا لاعب اساسي. اكثر الانديه تضرر بعد الهلال الاهلي في اسماء القائمه الاساسيه.